عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة والف خير يا رب جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دلوقتي الموز موجود عندنا. الموز موجود في السوق كتير جدا والموسم بتاعه، فانا قلت هنعمل عصير بالموز لاولادنا عشان هقولك على فوائده. طبعا الموز مفيد جدا، بيديهم طاقة وتركيز. طبعا لو عملت لهم كوباية عصير بدل ما يشتروها من بره فيها مواد حافظة اللي هي المعلبات دي، هتعملها لهم في البيت. هتحطي عسل، هتحطي مكسرات، اللي انت عايزاه. هيبقى مفيد جدا، هيساعدهم على الذكاء والحركة والنشاط، وهيقعدوا فاهمين طبعا في الفصل. وطبعا مفيد لمرضى السكر، ومفيد لمرضى الضغط العالي جدا، ومفيد لمرضى القلب، وبيقلل من المرض بعد الشر يا رب على الجميع، السرطان. وطبعا يا حبايبي انا عملت معاكم ماسك الموز، عملته في القناة. الموز ده بيساعد على البشرة يعني بيديكي، بيحمي من التجاعيد، يعني كله فوائد، حتى القشر بتاعه كل حاجة فيها فوائد. الموز مفيد جدا، وطبعا الرياضيين مفيد ليهم. فانا قلت هنعمل مع بعض الموز. فطبعا كل كوباية حليب هتاخد ثمرتين موز، ومعايا رشة فانيليا، ومعايا لكل كوباية هحط معلقتين كبار ممسوحين سكر. عايزة تحطي عسل اللي يريحك. انا انا قلت عشان لما مفيش حد عنده العسل هنحط المرة دي ايه الحليب. فطبعا انا معايا كوباية حليب. بسم الله. هنحط ايه اتنين ثمرة موز. طبعا الموز بيدي طاقة يا حبايبي، وبيساعد على التركيز، وحلو للرياضيين، يعني فوائده كتير جدا. هو معلقتين بس سكر ممسوحين. وعايزه اقولك ان الموز كمان مفيد للمرأة الحامل. طبعا بيبقى في الثلاث اشهر الاولانيين مبيبقاش عايزه تاكل ولا حاجه، فطبعا لو كلت موز على الريق بيبقى خطير ليها وللبيبي. بسم الله هنشغل. ضربنا العصير يا حبايبي، عصير التركيز والطاقة، هنصبه مع بعض. طبعا الموز كتير يا حبايبي الايام دي، فياريت تجربيه لاولادك وهيعجبهم جدا. وقدمت معاكم يا حبايبي عصير الطاقة والتركيز، يا رب تجربيه لاولادك وبألف هنا وشفا يا رب عليكم جميعا.